في كلمة واحدة كده غالبًا أغلبنا بيقولها كل يوم، وغالبًا هي المسؤولة بشكل كبير جدًا عن ضياع جزء كبير من عمرنا، والحقيقة كمان هي أكبر كدبة بنضحك بيها على نفسنا، يعني حياتنا مش متأخرة زي ما إحنا متخيلين. الكلمة دي هي كلمة بُكرة، وتعالَ بقى أقول لك السبب العلمي اللي بيخلّي كلمة بُكرة دي أكتر سبب ممكن يخلّينا نأخّر حاجات كتير حلوة في حياتنا. بس قبل ما أبدأ، لو أول مرة تشوفني، أنا نرمين هيكل، ودي قناة لحظة وعي. أتمنى لو عجبك المحتوى بتاعنا ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب، ويالّا نبدأ حلقتنا. أول حاجة واحتمال تستوقفك وتستغربها، إن ربنا سبحانه وتعالى خالق الدماغ بتكنيك كده يخلّيك تنجو مش علشان تنجح. طيب يعني إيه الكلام ده ونفسّره إزاي؟ إن دماغك بتعتبر أي تغيير حقيقي تهديد، وأي مجهود هتعمله خطر. علم النفس بيقول إن دماغك دايمًا تقع في خدعة كده اسمها وهم الوقت المستقبلي. إيه بقى هو الوهم ده؟ إن دماغك دايمًا هيقنعك إن بُكرة هو الوقت المناسب لفعل أي شيء. وييجي بُكرة هيقنعك إنه بعد بُكرة، وبعد بُكرة هيقنعك إن بعد بُكرة. دي حلقة مفرغة هتفضل فيها بقية حياتك لو ما فهمتش دماغك بتشتغل إزاي. دايمًا هيحاول يقنعك إن بُكرة هتبقى فايق أكتر، بُكرة أنت هتنام كويس إن شاء الله وتبتدي اليوم من أوله بُكرة، وبُكرة، وبُكرة. والحقيقة إن بُكرة ده ما هو إلا يوم جديد اتضاف لعمرك، بس هييجي بنفس الضغط ونفس التعب اللي أنت بتحاول تبعد عنهم النهارده. علشان كده المُخ اخترع لك حجة تأجيل القرار. عشان كده المُخ أول ما بيشم ريحة تعب أو مجهود يقول لك لا أنا ما فياش نَفَس النهارده، خلّينا بُكرة هنصحى فايقين. قيس بقى على كده، هابدأ دايت بُكرة، هاكلم حد من قرايبي بُكرة، هابتدي أذاكر بُكرة، وبُكرة جِه فقُلت لأ خلّيها بُكرة. في دراسات بتقول إن الإنسان بيبالغ أوي في تقدير طاقته المستقبلية، ويقلل أوي في تقدير طاقته الحالية. ده معناه إيه؟ ده معناه إن أنت دايمًا شايف إن طاقتك بُكرة هتبقى أحسن من طاقتك النهارده. في دراسة بتأكد إن أغلب تأجيلنا لقراراتنا سببها خوف مش كسلنا يعني. عشان كده دماغك دايمًا هيوهمك إن بُكرة الظروف أحسن. بس الحقيقة الصادمة إن الظروف اللي أنت مستنيها علشان تنجز أمر ما عمرها ما هتبقى أحسن، أنت بس اللي كل مرة هتبقى أضعف مع الوقت. والحقيقة إن التأجيل مش بيوقفك بس، هو الحقيقة برضه إنه بيغير صورتك قدام نفسك. كل مرة هتقول بكرة وما تعملش حاجة بكرة، مخك بيسجل هدف ضدك، وبعد شوية لو ما نسيتش حتى اللي أنت عايز تعمله، أنت أصلا بتفقد الثقة إنك هتعرف تكمل أصلا. علميا تكرار الفشل الذاتي بيضعف إيمانك بقدرتك على التنفيذ. الحقيقة ياما ناس كانت قادرة النهاردة وأجلت أمورها لبكرة، وبكرة جاب بكرة، وتحت الخدعة دي ضاعت فرص شغل وضاعت علاقات، حتى الوقت اللي كنت تقدر تستمتع بيه بنفسك ضاع. طول ما أنت بتأجل ومشايل نفسك هَم بُكرة، هتفسد على نفسك اللحظة دي واللحظة اللي هتيجي بُكرة. منطق وبالبلدي كده، طول ما أنت شايل هَم مش هتعرف تعمل حاجة النهارده. خلّيك فاكر دايمًا إن إحنا مش بننهار فجأة يعني، دي نتيجة تراكمات حاجات كنت المفروض تعملها في وقتها، بس عشان عقلك هيّأ لك إن بُكرة الأنسب قررت ما تعملهاش النهارده. الحل الحقيقي بقى واللي هتستغربه أوي، ما تحاولش تقنع دماغك إنك لازم تخلّص كل حاجة وراك النهارده. عرفت تضحك عليه بهدف صغير تحققه النهارده، تخلّيه يخلّص الهدف الكبير. الخطوات الصغيرة ما بتخوّفش المُخ، أصغر فعل بس هو اللي هيربك كسلك. طالما الفعل صغير ومُخّك ما اتعاملش معاه على إنه تهديد حقيقي، فهيسيبك تكمّل بقية هدفك. يعني سمّي الله وافتح ورقة من الكتاب اللي مأجّله كده مش عايز تذاكره وعمّال تقول هاذاكر كُلّه بُكرة. 5 دقايق مشي أول خطوة كده في طريق صحة أفضل. علميًا يعني 90% من الناس بتكمّل بعد ما تبدأ مش قبل ما تبدأ. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أول ما بتسمّي الله وتبتدي بهدف صغير، أوتوماتيك بتلاقي نَفْسك بتكمّل. لكن الهدف الكبير اللي أنت بترسمه لنَفْسك ده ومتخيل إنّك هتخلّصه في يوم، هو ده أكبر إشارة تهديد للمُخ. خلّيني أقول لك حقيقة قاسية وصادمة شوية، لو حياتك واقفة فأنت غالبًا مش مظلوم أوي زي ما أنت متخيل. أنت بس مأجّل قرارات كنت المفروض تاخدها من زمان. صدّقني كل يوم تأجيل بيخلّي الرجوع أصعب والتراكم أكتر. وصدّقني لو الفيديو ده ضايقك يبقى أنت مأجّل حاجة. فما تقفلش الفيديو وتقول بكرة إن شاء الله هابدأ. سمّي الله كده واختار حاجة واحدة صغيرة، وقوم خُد أول خطوة حتى فيها. والله والكلمة اللي دايمًا باقولها، لو عرفت مُخّك بيشتغل إزاي، أنت اللي هتعرف تدير حياتك مش هتسيب مُخّك يدير لك حياتك. لو أنت فعلًا مأجّل حاجة وبعد الفيديو ده قررت تبتدي بخطوة صغيرة، اكتب لنا في الكومنتات أنا هابدأ النهارده. وصلت للجزء ده من الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب، وما تنساش دايمًا في لحظة هتغيّر اللي بعدها. سلام عليكم.